بيبدأ فيلمنا في روسيا مع طفل اسمه سيارجي، وهو قاعد مع أمه وأخوه جنب النهر بيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبيطلع سيارجي بشجاعة عالية وبيتباهى قدام عيلته إنه عرف يعمل ده وهو فرحان. ولكن فجأة بتعدي طيارة نفاثة ألمانية من فوقيهم، فبتنادي الأم بصوت عالي على أولادها علشان يستخبوا في الزرع، وده علشان محدش من الجنود يشوفهم أو يقتلهم وهم في وقت حرب العالمية التانية. ولكن سيارجي اللي عنده 6 سنين بيقول إنه مش خايف من الأعداء، وبيطلع النبلة اللي معاه وبينشر على الطيارة وبيحدفها بالنبلة. ولكن بتحصل حاجة غريبة وبينجح إنه يفجر الطيارة، ولما بيجي يبص حواليه بيلاقي إن عيلته اختفت، وبيكتشف إن كل ده كان بيحلم بالليل وهو نايم، وبيصحى من الكابوس اللي كان فيه وبينادي على أمه علشان بيكون قلقان. وفجأة بيخبط حد على باب بيته، فبيقوم سيارجي يفتح على أساس إنها أمه، ولكن بتظهر واحدة من الجيران وبتدخل البيت وهي مخضوضة وخايفة، وبتطمن على سيارجي وبتحمد ربنا إنه لسه عايش